النهارده يا ابني خليك بقى في حالك بقى، السلام عليكم. النهارده في موضوع انا حبيت اتكلم فيه، موضوع غريب قوي. هو الناس دي جرى لها ايه، او الحاجات اللي انا هتكلم عليها دي غريبه. حبيت اجمع اغرب حاجات كده من وجهه نظري الفتره دي واتكلم عنها. وما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب وتفعل الجرس. هنبدا المواضيع بتاعتنا، خش سخن عشان المواضيع بجد في اللي مستفزني، في اللي انا مستغرب فيه، في حاجات غريبه كده بتحصل الفتره دي. ومعانا اول موضوع وهو موضوع التمساح بتاع بلبيس. الموضوع ده محدش اتكلم عنه، انا مش عارف ازاي. الموضوع بدأ بصورة نزلت للتمساح على موقع تقريبا اسمه الشرقية نيوز، حاجه زي كده، لان بلبيس في الشرقيه. الناس خافت، الموضوع فيه رعب، انتشر في تمساح يا جدعان عندنا. واذ بعدها بيوم بالظبط التمساح ده بيتمسك، وبتكتشف ان هو يعني قد بتاع، ما تتفاجئ اصلا يعني ده ليه عامل مشاكل، انا مش عارف ليه عامل مشاكل. وبقى بيمسكوا بقى ايه، يعني مسكوا التمساح بقى. انا متاكد ان اللي مسك التمساح سأل عن حرمانيه نكاحه. ما هو مش طبيعي انك انت ماسك التمساح قاعد بتعمل فيه كل الكلام ده، وهو يعني وربطه وبي دي اس ام وحاجات غريبه. اللي هو انت بتعمل ايه؟ انا قاعد مستغرب. التمساح صعب عليا يا جدعان شخصيا، انا زعلت على التمساح. وانا اصلا شيرت بوست لما التمساح ده نزل. اول يوم قلت ربنا يعين التمساح ده من اهل بلبيس. وقيس تاني يوم اتفاجئ ان بيحصل فيه الحاجات المتخلفه دي، فانا اتاكدت ان معاه حق. تاني موضوع هو موضوع الكلب المنتشر ده. الكلب ده كلب حقيقي، كلب حقيقي. الكلب ده متركب له حاجه في بقه، ده صورته من غير البتاع ده بصورته بالبتاع. الكلب ده انا شايف عليه هجوم، شايف ناس خايفه منه. يا جدعان والله انا الكلب ده صعب عليا بجد، الكلب صعب عليا يعني. في تنمر على الكلب ده لو بيحس كان زمانه انفجر منكم. ممكن تسيبوا الكلب في حاله بعد اذنكم. في بقى موضوع شاغل البلد الفتره دي، وهو موضوع الكورال اللي طالع ده. باشا طول عمري باشا، على اي باشا معروف الباشا. مش ضدهم بصراحه، ما تستناش ان انا هغلط مش عارف. حاسس ان انا مش ضدهم، حاسس ان هم بيعملوا حاجه يعني هم مبسوطين، فاهم؟ سيبهم مبسوطين يا عم، احسن ما يشد بودر. ليه ضدهم يا عم؟ جالك فيديوهاتهم يا عم سكيب عادي، جالك الحاجات بتاعتهم يا عم فكك. بس حاسس ان هم يا جدعان ما يستاهلوش الكره ده، ولا انا شايف كده لوحدي ولا ايه؟ ودماغهم بقى ايه، دماغهم لاسعه برضه بتوع الكورال دول في حته كده، ان هم ايه، هم اللي بيتريقوا على نفسهم. يعني مثلا عندنا دي، يعني دي بتتريق على نفسها اصلا، فاهم؟ هي عارفه هي بتعمل ايه، هي عارفه انك انت هتهاجمها، وهي عارفه ان هي بتستغل هم فاهمين هم بيعملوا ايه. ويعني مش هديهم شاوت اوت ومش هشتمهم، يعني هم خليهم زي ما هم كده يعني. ما تجيش براحتك، هو انت هتذليني. هم ناس كويسه وزي الفل وعلى راسي يا كورال كلكم. بس بقى انا بقى ضد بقى الاوركسترا بتاعهم ده. انت ايه اللي انت بتعمله ده اصلا؟ انك قاعد تعمل ده هبل. وتقديري لهم. انا مش ضدهم، بس يعني مش لازم تجيب الكاميرا عليك. هات الكاميرا على عم الناس اللي انت بتخليها تعمل دي. كل الاحترام والتقدير طبعا عشان الكلبوش يعني والنني هتعمل اللي قلت لك. هو انت هتذليني. الشيخ خالد وما ادراك بالشيخ خالد. الشيخ خالد يا جماعه انا مكلمه من زمان قوي ان هو يعمل معايا حلقه، وبجد من احد احلامي ان الراجل ده يقعد على الكرسي ده ويس فجاه. هو يعني انتوا عارفين ان هو بيعمل الخطبه يوم الخميس، وبيخطب بمزاجه وهو بيتدرب بقى، هو بيعمل ما علينا يعني. بس اللي استغربته الراجل ده بيعمل مهرجان دلوقتي. قال جحا في ذات نهار إني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. يعني ايه يا اسطى؟ يعني ايه يا اسطى؟ ده انا كنت من اشد المعجبين، وكنت معجب باللي انت بتعمله. يعني مش عارف، شويه هيغني راب بقى، وشويه هيدس زياد زازا، حاجات بقى من الحاجات اللي احنا ما بنحبهاش بقى، حاجات اللي ما بنحبهاش بقى بدي. انا يا جدعان الراجل ده كنت بحبه والله العظيم، كنت بحبه بجد، كنت بحبه حب شخص. كان نفسي يجي يقعد معايا بجد على الكرسي ده ونعمل انا هو حلقه نار، واقعد بقى اقول لكم ان الراجل ده مش عارفه منين بصراحه، من كفر الشيخ تقريبا، حاجه زي كده. بس لا يا شيخ، ممكن تتراجع عن القرار ده يعني. ممكن تأذن يوم السبت عادي تاني زي ما كنت. بلاش الكيكه اللي انت بتعملها دي. في بقى موضوع يا جدعان، الشخص ده انا بهاجمه بقى. ايه الخرا اللي انت بتعمله ده؟ بتحب فلسطين؟ استنى ما تقلبش الفيديو. نفسي تعمل اغنية عن اسرائيل وتجيب فيها حق اهل فلسطين. مع الاسف اي فيديو بيتعمل عن فلسطين يا اما بيتمسح يا اما مش بيتشاف اصلا. بس انا برضو مش هيأس، وقررت في الفيديو ده ان اغني اغنية عن اسرائيل واجيب فيها حق اهل فلسطين. ينتشر وما يتمسحش، شيره دوس. انا مش فاهم يعني ايه ميه زمزم ولا خمر يعني مين والمشكله في كومنتات بتدعم، يعني في كومنتات بلاقيها بتقول مياه زمزم مياه زمزم مياه زمزم. يعني ايه يا اولاد؟ يعني ايه
هو جوزيف سامي الوحيد اللي ممكن يختار الخمر، انما غير كده مفيش، ما خلاص. موضوع غريب يا جماعه. وبعدين بتلاقي برضه كومنتات الاسرائيل ولا مش، لا ده تشيل حبيبتك ولا امك مش عارف يا عم حبيبتي، لان الصوره دي مش امك. حاجات بقى مجنونه بقى، يعني مش فاهم هو بيعمل ايه. انت بجد مسترخص الريتش قوي على حساب الدين وعلى حساب اللي انت بتعمله ده، وعلى حساب الدماغه الصغيره اللي بتتابعك. يا ابني انضج، الراجل ده غلط اللي هو بيعمله ده، وان هو اصلا يقارن حاجتين ما ينفعش يتقارنوا ببعض، فدي حاجه كبيره شويه، ما ينفعش يعمل ده. انا من نظري شايف كده. ما تقوليش بقول لكم يا جدعان، انا كان في ناس بتدافع عن البت اللي اسمها الفانيلا الكارينا. انتوا بجد مجانين يا جدعان. ما حبيبي، ما بتدافع عن ايه يا بابا؟ بتكلم في حته ان هي واحده مشهوره بالسلب، وبتكلم عن الشهره، وبقول لك تشير بشكل ايجابي. تروح انت بدافع عنها، تروح تهاجمني انا. وفي واحده دكتوره نفسيه قايله لي محتاج تتعالج، هي ادرى بقى، ممكن ابقى محتاجه اتعالج فعلا. بيتكلم بيشرح اول مره شرب خمره شيتوس شرب بيره احي، بيشرح اول مره مش عارف ايه، وكان عايز يشقط. بيتكلم في حاجات حرام. يا ابني ما انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لا اله الا الله. ممكن تبقى دي الطريقه الوحيده اللي هو بيتبسط لما بيعمل فيها محتوى، ان هو يطلع يتكلم مع الناس ويطلع يقول تجاربه. بس ممكن تقول التجارب الايجابيه عادي، يعني ممكن تتكلم بايجابيه، ممكن تبقى مبسوط وانت بتتكلم، يعني تتكلم في حاجات حلوه، تتكلم في حاجات تفيد بيها الناس، تتكلم في حاجات انت ذات نفسك مستفيد بيها، حاجات حلوه في حياتك. مش لازم تتكلم عن اول مره شربت خمره، اول مره زنيت، واول مره طلعت ميت. ايه اللي انت بتعمله ده اصلا؟ بلاش اصلا تعملوا ده، بلاش. انت اتوقع بني ادم كويس يعني، وباذن الله انا مش شفت الفيديو او ما شفتوش، انا اتمنى الراجل ده يبقى كويس، وانا كويس، وانت كويس. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس يوصلك كل جديد. الفين بويز المنتشرين انا مش فاهم. ما تهاجم، اهدى. هقول لك حاجه، هقول لك حاجه. البنات بس اللي بتهاجمني. هقول لك حاجه، الفين بويز ليه انت ضد الفين بويز؟ انا اقول لك على حاجه، هم مش فين بويز يعني، انا بقول كده، انا مش عارف يعني ايه فين بويز اصلا، بس يعني هو انا مصطلح يعني. ليه انا بهاجم الناس دي؟ عشان انا مش مبسوط وانا بتفرج على حد بيعمل حركات قريبه من حركات البنات، ودي مش حاجه عاديه. مش حاجه عاديه انك الاقيك الكلام ده. ما شكل كلمة period bro what are you saying؟ يعني مثلا الولد اللي اسمه ده اهو، بص. طب انا هقول لك على حاجه، شوف الفيديو ده، لو حد دافع عنهم تاني بعد الفيديو ده انا هطلع اهو. مثلا الفيديو ده غصب عني وياخدوا فلوسي كمان وشقايه. بيعملوا ايه؟ غصب عني وياخدوا شقايه، وكذا مره اتصل بحضرات بيسرقوا يعني الفلوس الحاجه يعني. انت بقى بعد الفيديو ده انت بتقول ايه بقى؟ اهلا وسهلا. لو بتدافع، عايز تدافع، انزل دافع في الكومنت، دافعي في الكومنت. البنات بس بتهاجمني اصلا. ده ايه بقى؟ وانا مروح جبت لها توكل، هي بقى ردتها لي جابت لي الشراب من كده. طب ايه بقى؟ طب هو برو وات ار يو سي، وبتقول كلمه ليه اصلا بتقول الكلمه دي؟ طب انت ليه قلتها؟ محدش بيقول، محدش اصلا، مفيش كومنتات يا اسطى بتقول حاجه يعني. مفيش ناس بتقول لك بيجي لك حاجه، ولا في حد. انت ليه يا عم لو بيجي لك ما بتتكلم ليه؟ ما تقعد ساكت، ما تتكلمش في الحاجات دي. Tucker and I get a new iPhone. Would you like to say congratulations to me in front? رسالة دي لنتنياهو. بص يا بابا يا عم انت دلوقتي ضريبه شهره، دلوقتي انت مشهور، بيبقى في ضريبه للشهره انك بتشتم مش عارف ايه. شتمت الاهل حاجه ممنوعه منعا بات، بس شتمتك انت شخصيا دي حاجه المفروض تتقبلها. خلاص انت مشهور، اتحطيت في وضع انك انت بتتشتم، وضع ان في ناس كتير عارفاك، فانت بتتشتم، اكل الشتمه وتسكت. خلاص ما تقولش حاجه. ما هتقول ايه؟ ما ينفعش ترد للناس دلوقتي، انت محطوط على الستيج والناس بتقيمك، بتقول رايهم فيك. يا عم انت بتحبنيش وبتكرهني، انا يا عم على راسي. في ناس كتير قوي بتحبني، الناس بتحبني يا عم على راسي. في ناس كتير ما بتحبنيش. وعلى فكره عدم النجاح هو مقياس لنجاحك. اللي انا قلته ان الناس تكرهك دي مقياس للنجاح، لانك انت دلوقتي اعرف انك بدات تنتشر في زون اوسع، لانك انت مش هينفع ترضي الناس كلها. مش عارف، انا بالنسبه لي ان الناس دي انا مش هدافع عنه، مش هدافع عن التاني اللهطل ده اهطل بالنسبه لي. ولا وفي ناس بتشتمه كمان، بيقعد بتعمل ايه؟ يتكلم ومش عاجب ايه. انت مشكله هم كتير. الاطفال لما تيجي تتفرج عليك على التيك توك او تتفرج عليك على الانستا ويشوفوا الموضوع ده، فهيحسوا ان هو عادي، فيشوفوا ان هو ممكن يقلدك. ليه بتحطنا في الخانه دي؟ ليه المليار الذهبي بقى؟ ليه الحاجات دي بقى؟ ما تقعد ساكت يا اسطى. جاب لك ايفون 11 ده. الباتل راب دي حاجه حرقه دم ناس كتير قوي. اشمعنى بقى الفين بويز اللي فاتوا دول سايبهم ودول مسك؟ ما تسيبهم يا اسطى يتبسطوا، ما تسيبهم يعملوه يا عم. وتلاقي كومنتات انا محرج لهم قوي. يا عم انت هم مش محرجين لنفسهم، انت محرج لهم ليه؟ انا مش فاهم. ما تسيب يا عم الناس تتبسط. انت محدش محرج لحد، محدش عامل اي حاجه لحد. نور برلين ممكن تحرج يعني. مثلا تلاقي في 2 باتلز اقوياء جدا وفي حاجه شغاله حلوه، تلاقيه بقى بيقول لك ايه، انا محرج للناس دي. يا عم محدش طلب منك تتحرج لحد. الرابرز فاهمه يعني ايه رابر في 3 دقايق يقول 30 بار، عدد 2 بانش لاين، عدد 14 انا جامد سيبهم يتبسطوا زي ما انت بتدافع عن اقسم بالله يا جدعان النسوان اللي بتهاجمني دول على راسي طبعا. راجل محترم ما بيشتمش. انتوا مش محترمين بتشتموني. والدكتوره نفسها قالت لي عايزه اتعالج، انت محتاج تتعالج، احجزي لي عندك بقى. شوف
حد يطول يتعالج، والله كلنا محتاجين نتعالج يا جدعان. لو انت وصلت لاخر الفيديو حابب اوريك حاجه. انا ممكن ما اوصلش. ساعات بيبقى في طريق بنختاره او بتختاره لنا الحياه، وساعات تانية الطريق ده مش بتشوف نهايته او مش عارف ايه اللي مستني. دي نوع من الريلز السينماتيك اللي بنزلها عندي على الانستا، فمتنساش تيجي على الانستا عشان دي نوع محتوى مختلف انا بنزله هناك. وبجد بجد بجد انا مبسوط. يعني هقول لك على اكتب في الكومنتات كيكه تفاح اخضر لو انت وصلت لهنا عشان اعرف انك انت حبيبي. كيكه تفاح اخضر اكتب كده بالظبط، او ايس كريم تفاح، اكتب حاجه بالتفاح الاخضر انا هتوصل لي يعني. وانا مبسوط انك وصلت لهنا، وبجد مبسوط ان انا طلعت شويه كابتن من اللي جوايا. الحمد لله والشكر لك يا رب. كان معاكم محمد ايهاب. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد وكل ما هو ما جديدش. السلام عليكم. وعليكم السلام.